النهارده يا شباب جايب لكم واتساب جي بي برو بدون ربط بنفس رقمك المحظور. هتحط رقمك المحظور، النسخة تشتغل معاك بدون ربط بنفس الرقم المحظور. كل اللي انا عايزه منك تتابع معايا الفيديو للنهاية، وان شاء الله تقدر تستفاد من الفيديو. تقدر تحط رقمك المحظور والنسخة تشتغل معاك على طول بدون ربط زي ما قلنا كده بنفس الرقم المحظور. تمام. النسخة دي بتاعت احد اصدقائنا، تمام، من المطورين. تمام. فالنسخة دي يعني مش خاصة بيا، تمام، ولكن انا حبيت اديك المعلومة زي ما قلنا قبل كده. سواء النسخة بتاعتي هشرحها لك، سواء النسخة مش بتاعتي بتاعت احد الاصدقاء بتاع اصحابنا او اصدقائنا، والكلام ده برضو هنشرحها لك. احنا يهمنا في القناة بتاعتنا اللي احنا نفيدك ونحل لك مشاكلك، سواء من عندي او من عند غيري. تمام. فكل اللي انا عايزه منك تقدر تتابع معايا الفيديو للنهاية، وان شاء الله صدقني هتطلع مستفاد. اما الناس بقى اللي هي عاملة واتساب جي بي برو او واتساب جي بي العادي، تمام، والنسخة طلبت معاهم تحديث، لسه فاضل حوالي 13 او 14 يوم لما النسخة تقفل معاك. فاحنا في الوقت ده هنبدأ نحل المشكلة بتاعت واتساب جي بي برو وواتساب جي بي العادي اللي هو يعمل بربط جهاز. فما تقلقش لو النسخه طلبت معاك تحديث، لسه معانا 14 15 14 عفوا 13 يوم بالكتير قوي ان شاء الله. فما تقلقش النسخه هتنزل قريب جدا. طيب بقى لو حضرتك عايز بقى تفتح رقمك المحظور، كل اللي انا عايزه منك هتدخل على المتجر بليه رقم واحد. هنبدا نحدث او هنبدا نثبت تطبيق زي ارشيف بالشكل ده كده. هنبدا نثبت زي ارشيف اللي هو التطبيق اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بعد ما نثبت زي ارشيف عشان هنحتاج فيه فك الضغط عفوا، هنرجع خطوه، هنضغط على الصوره الشخصيه بتاعتنا. تمام. بعد كده نطلع لفوق، هنختار بليه للحمايه. تمام. بعد كده نضغط على علامة الترس ده. بعد كده نوقف حماية جوجل بلاي. ليه هنوقف حماية جوجل بلاي؟ عشان الرقم المحظور يشتغل معانا بسهولة. لأنك لو موقفتش حماية جوجل بلاي وجيت تحط رقمك هيقول لك لازم تنزل واتساب رسمي. تمام. فاحنا لازم نوقف الخطوة دي عشان نقدر نحط الرقم المحظور يشتغل بدون أي مشاكل وما يقوليش لازم تنزل واتساب رسمي. تمام. طيب بعد ما عملت كده هروح داخل على قناتنا على التليجرام. رابط قناة التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو. انا مش عارف بصراحة، في دبان كتير قوي. طيب دخلنا على قناتنا على التليجرام بتاعتنا. تلاقي هنا في قناة التليجرام واتساب جي بي برو بدون ربط بنفس رقمك المحظور. هنضغط عليه. تمام. هيظهر هيكون لي تطبيق زي ارشيف. ما تضغطش على استخرج الى اسم الارشيف باللغه العربيه، هيقول لك الارشيف تالف، فمش هنضغط عليه. هنضغط على زي ارشيف باللغه الانجليزيه اهيت. تمام. بعد كده نضغط على واتساب جي بي برو بدون ربط بنفس رقمك المحظور. هنختار حاجه اللي هي اكتيفيتور رقم واحد، اكتيفيتور. تمام. هنقول تثبيت. تمام. هنا بيطلب مني كلمة المرور، فعايزك تركز معاه في الفيديو عشان هكتب لك كلمة المرور على الشاشة. تمام. او هقولها لك بصوتي كمان، يعني مفيش ادنى مشكلة. تمام. هكتبها وارجع لكم تاني. بعد ما كتبت كلمة المرور هقول حسنا. هيبدأ يستخرج معايا النسخيات. تمام. زي ما انتم شايفين اقول تثبيت زي ما انتم شايفين. تمام. هيبدأ يثبت معايا. تمام. طيب هو كده ثبت معايا. نطلع هروح على النسخة اللي اتثبتت معانا الاكتيفيتور. تمام. هيت هنضغط عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقول السماح بالشكل ده كده. السماح بالكل، السماح بالوصول. هنرجع خطوة، هنقول موافق المتابعة. هنا هيبدأ يقول لك ضيف الرقم بتاعك. انا هضيف الرقم بتاعي المحظور وارجع لكم تاني. طيب بعد ما كتبت رقمي المحظور هقول التالي زي ما انتم شايفين. جاري الاتصال اهوت. تمام. تم التحقق من الرقم. تمام. لان انا كنت فاتح الرقم وحذفت النسخه وثبتها من جديد قدامكم. تمام. طيب ممكن انت ما يقولكش تم التحقق من الرقم، يبدا يرسل لك كود. اول ما يرسل لك الكود هتبدا تحط الكود، النسخه هتبدا تفتح معاك. تمام. اهو انا بالنسبه لي خلاص هي فتحت معايا. طيب انا بكرر كلامي تاني. طيب هقول تاني. هتبدأ تحط الرقم بتاعك المحظور. بعد ما تحطه هيبدأ يجي لك الكود. هتحط الكود هيبدأ ايه، يفتح معاك زي ما فتح معايا بالشكل كده، وهيقول لك متابعة. تمام. اللي هو استعداد للنسخة الاحتياطية. انا بالنسبة لي مش فارقة معايا، انت فارقة معاك النسخة الاحتياطية اضغط متابعة. انا بالنسبة لي مش هضغط متابعة، هقول الغاء.
مثلا انت قول متابعه عشان تجي لك النسخه الاحتياطيه اللي هي الدردشات والكلام ده كله. انا كده كده الرقم ده اصلا معلوش نسخه احتياطيه ومعلوش دردشات يعني عفوا، فانا بالنسبه لي مش فارقه معايا. انت ابدا اضغط متابعه عشان يبدا ايه يرجع لك النسخه الاحتياطيه بتاعتك او الدردشات. تمام. هنا طبعا هقول له تخطي. انا بالنسبه لي هنا بيقول لي اكتب اسمك، هقول عبد الله. تمام. بعد ما قلت عبد الله بالشكل ده كده هقول التالي اهو التالي. تمام. هنا بيقول لي حط البريد الالكتروني، اقول له تخطي. تمام. زي ما انتم شايفين اهوت بدأ يفتح معايا والنسخة فتحت معايا. تمام. النسخة فتحت معايا اهي. هرجع بقى للنسخة التانية بالشكل ده كده. هدخل على الملف بتاعي تاني، هنا جي بي برو، هبدأ اضغط عليه، هقول له تثبيت. هيطلب مني كلمة المرور. كلمة المرور هتكون 3 اتنينات، ادي 2 2 2، 3 اتنينات اهي زي ما انتم شايفين اهو، 3 اتنينات الباسورد. هقول حسنا، هيبدأ يستخرج معايا. تمام. هقول تحديث اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقول تحديث، هيبدأ يحدث معايا النسخة رقم 2 زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. طيب هنا تم التثبيت، اقول له تم. هطلع خالص اهوت، هضغط على النسخة تاني، هتلاقي النسخة فتحت معايا زي ما انتوا شايفين اهو بطريقة سهلة وبسيطة. لو ضغطت على الثلاث نقاط اضافات جي بي، تمام، ادي النسخة. تمام. بس كده، واتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. وصلى على النبي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.